الحكاية شرب العصير كتير في رمضان بعد الفطار. أهلا بيكم في برنامج فار على الفطار. هنصحح كل المفاهيم خلال شهر رمضان الكريم، سواء كانت مفاهيم رياضية، صحية، غذائية، أو أخبار رياضية خاطئة. ضيف حلقة النهاردة الشيف شريف عفيفي. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. لو شرب العصير مهم في الايام العاديه فهو في رمضان مهم جدا، وده لانه جسمنا بيفقد جزء كبير من الميه ومفيش حاجه تعوضه اثناء الصيام. العصير مش بس بيدينا رطوبه او سوائل، العصير كمان بيدينا قيم غذائيه مفيده جدا، خاصه لو كان عصير فريش، عصير طبيعي مليان بالفيتامينات. وممكن نختار انواع من العصير يكون الفاكهه بتاعتها بتحتوي على كميه كبيره من الميه، زي مثلا البطيخ على سبيل المثال. وفي عصاير زي عصير البرتقال، عصير الليمون، مليان فيتامين سي وفي نفس الوقت مليان ميه، فهيفيدنا في ان احنا نعوض الميه اللي احنا فقدناها وقت الصيام. كمان لو كلنا فاكهه هتكون مفيده جدا بعد الافطار. من افيد الحاجات في رمضان برضو التمر، وممكن نحول التمر من الصوره الطبيعيه بتاعته اللي هو تمر بيتاكل لعصير. العصير ده مش بس عصير مضروب في الخلاط، احنا ممكن ننقع التمر في لبن او في ميه، الخشاف اللي كلنا عارفينه، هناخد قيمه الفيتامينز اللي موجوده والسكر كمان اللي موجود جوه التمر ونشربه اول حاجه اول ما المغرب يبدا. من الحاجات العجيبه جدا بقى ان الفواكه الموسميه هي اللي جسمنا محتاجها في الموسم ده. هتلاقوا مثلا في فصل الشتاء انه البرتقال موجود والليمون مليان ميه، ده لان جسمنا محتاج فيتامين سي في الفتره دي، وهكذا. فمهم جدا ان احنا ناكل ونشرب عصير الفواكه الموسميه في الموسم بتاعها، لان جسمنا محتاجها في الموسم بتاعها. واحده من اجمل العصاير اللي انا بحبها هو عصير البرتقال بالجزر. يمكن بحس كده بنوستالجيا لانه امي زمان كانت بتعمل البرتقال بالجزر خاصه في وقت الشتاء. والعصير ده عشان نعمله محتاجين نسلق الجزر نص سلقه للجزر، وبعدين نضربه في الخلاط، نصفيه ونعصر عليه البرتقال. بيتحط في التلاجة من غير اضافه سكر في ازازه مقفوله لمده 7 ايام. هيكون مصدر جيد جدا للفيتامينز والسكر الطبيعي في رمضان. بس كده، كل سنه وانتم طيبين.